يوم 5/7 سنة 2004 وتحديدا الفجر دخل أخين بيت عشان يسرقوه. البيت ده كان عايش فيه واحد من أهم النحاتين في تاريخ مصر، لدرجة إنه اتلقب بشيخ النحاتين. بس الموضوع ما وقفش عند السرقة بس. الفنان التشكيلي عبد البديع عبد الحي اتولد سنة 1916 في المنيا، واتعلم النحت في مدرسة الفنون الجميلة سنة 1943. هو كمان كان عضو مؤسس في نقابة الفنانين التشكيليين. اشتغل في البداية طباخ عند هدى شعراوي، واشتغل بعدها بمدرسة الفنون الجميلة كصانع للنماذج والتحف. فاز بجائزة مختار للنحت 3 مرات، وجائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1972. ومن أهم أعماله تمثال ست الحسن. وفجر يوم 5/7 سنة 2004 دخل 2 البيت عشان يسرقوه، ولكنهم اتفاجئوا إنه موجود وقتلوه. عشان يتوفى الفنان عبد البديع عبد الحي وهو عنده 88 سنة، ويتحاكم عليهم هما الاتنين. واحد فيهم خد مؤبد والتاني اتحولت أوراقه لفضيلة المفتي. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.